البقوليات كلها، والريم ده هو اللي بيخسره بعدين. بصوا كل ما يغلي لحد ما تخلصيه كده يجي 5 دقايق، تفضلي تشيلي كده شويه، معلش هتتعبي حبه كده وانت واقفه، مش هياخد منك وقت، وتشيليه وترميه لحد ما هيروق. هغطيه ساعه زمن، ساعه. بص اللون والروقان، والميه دي عايزينها هقول لك ليه. واللون بص لونه، ولا حطينا بقى كركم ولا حطينا حاجه. عايزه تحطي كركم حطي، بس انا ما حطيتش والله خالص، ده لونه الطبيعي. بص بقول لكم بعد ساعه زمن هسيبه بقى شويه. بصوا الترمس بيقرش والحمص الشام دايب دوبان. بص بقى لونه، بص جماله. هطفي عليه واسيبه بس يهدى ايه نص ساعه. ماشي ماشي، يلا بينا اهو ده خلاص كده. ميه الترمس بقى والحمص ده، ريحه الحمص فيها مديه نكهه حلوه بتاعت زمان. كمان اللون سبخ كمان فيها تاني، مش هيبقى ابيض بقى ولا اي حاجه، ده اللون الطبيعي. بص بقول لكم اللون. الميه متعقمه ساعه بتغلي على البوتاجاز، متعقمه خلاص. ما تحطيش ايدك بقى فيه، كبشه معلقه برطمان بقى اللي هتعبي فيه، او العلبه البوكس هتحطي فيه، وشيل. هشيله بقى كده وسيب فيه حبه ميه صغيرين من ده. الميه دي ما تكبهاش، احنا غاسلين وشايلين الريم بتاعه وغاسلينها مره واثنين وثلاثه ومتعقمه مع الغليه. يلا هجهز بقى الكميه بتاعتي، وهقول لكم المحلول اللي هتسيبيه فيه مش هتغيريه، وهقول لكم برده المحلول التاني اللي احنا هنستخدمه ساعه الاكل. كده بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الكميه بتاعتي كيلو ترمس ونص حمص، عامل كميه حلوه قوي قوي. المحلول اللي هنقعه فيه لتر ميه، 4 معالق ملح، وربع معلقه سكر، يا سكر تديله طعم حلو برده، ومعلقه بابريكا، ونص معلقه شطه. وازود بقى. وبصوا اهم حاجه حبات الترمس تكون متغطيه. خلصت بقى الكميه بتاعته، وتعالوا ما اقول لكم هنقدمه ازاي. حلو قوي قوي. سيبي بقى على رف التلاجة، على رف المطبخ في التلاجة، مش هيحصل له اي حاجه. ما تغيريش الميه، بس ما تحطيش ايدك فيه. تمام تمام. والتمليحه بتاعته دي حلوه قوي. الطبق بقى اللي هنقدم بيه طبق يبقى جنبه برده كده عشان اللي يفصفص يحط فيه. بصوا اهم حاجه بقى، هتعودي النعناع كده وتعالي. ما حطيناش ليمون، ما حطيناش كمون، الكمون بيمرر. خدي بالك لو حطيت الكمون في المحلول اللي هيتنقع فيه بيمرر. ده الطبق اللي انا هقدم فيه. لو هتقدمي فيه في ساعتها كده وما عندكيش محلول، حط حبه شطه وحبه بابريكا وحبه كمون وعصره ليمون وعود نعناع، حلو قوي. لا انا عايزه يبقى جاهز معايا حنون، ده يقضيكي ايه اسبوع 3 ايام، تحطيه في رف التلاجة، على رف التلاجة بقى اللي انا هعمل. بقول لكم بص التفصيصه، بص الشياكه، وبص الجمال. كل عام وانتم بخير وبصحه وسلام، عيد سعيد علينا جميعا يا رب العالمين. حطيت معلقتين ملح، ربع معلقه سكر، يا سكر، وحبه شطه، وحبه نص معلقه بس شطه، على الشطه ده اختيار، والبابريكا والليمون، وسبت نص الليمونه كده تديلها نكهه حلوه قوي مع النعناع. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويحفظكم. اشوف وشكم بخير.